الدكتوراه. من أين يأخذون دينهم؟ إلى الآن لم نعلم إلى الآن من أين يأخذ الشيعة دينهم. أيها الشيعي، هل سمعت يوما شيعيا من أئمتكم أو علمائكم يروي حديثا ثم يقول بعد هذا الحديث من أخرجه؟ لا يذكرون أبدا من أخرج هذا الحديث. لماذا؟ لأنهم ليس عندهم علم بالأسانيد. الآن الدكتور أين الإسناد؟ هذا الإسناد صحيح أو غير صحيح؟ هذا كله من تدليسهم وكذبهم. انظروا ماذا يقولون. كذب النجدي عندما أنكر حديثنا صعب مستصعب، يقول ما قالوا حتى نقلت له تواتره عندهم من كتاب الغدير. حديث ابحث عن دينك حتى يقال عنك مجنون، نسبه إلى البخاري كذبا وزورا ولم يعتذر عن ذلك. قال أهل السنة هم النواصب، وقال بترتم كلامي وأرغيناه كلامه. أنكر أنه قال عن أصول الكافي أن فيه آلاف الأحاديث المكذوبة حتى بينا له ذلك. إنكار النجدي أن فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب، ثم قال نعم بيني وبينه، قال نعم هو كذا واستعاره مني، ثم بعد قال لا هو تراجع عن هذا القول، ثم قال كل من يقول بالتحريف كافر. فلما ألزمناه بتكفير البخاري ومسلم أنه يقول البخاري ومسلم يقول بالتحريف، قال لا أنا ما أقول كافر، أنا أقول من يجحد يكون كافرا، وهذا من التلبيس. قال كل مفسر من أهل السنة شهدوا أن آية البلاغ نزلت في علي، وهذا كذب على أهل السنة، وليحضر لنا دعواه هذه الباطلة. ذكر التيجاني حديثا بل هراء مفاده إن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحسين اخذل من خذله اقتل من قتله يقتله رجل اسمه يزيد لا بارك الله فيه، نسبه إلى الإمام أحمد كذبا وزورا في الجزء الثالث صفحة 222، وهذا كذب وزور على الإمام أحمد. اضطرب الدكتور في كفر منكر الإمامة، قال أولا أنتم مسلمون لستم مؤمنين، وقالها للشيخ أيضا الدكتور الهاشمي، قال نحن نعتقد أنكم مسلمون لستم مؤمنين، ثم البارح يقول لا أنتم مؤمنون بكل شيء إلا الإمامة لستم مؤمنين بها، وهذا لا يوافقه عليه علماء المذهب. كل علماء المذهب على أن منكر الإمامة كافر، ولذلك نحن نناقش الإمامة. لماذا؟ لأنها أهم شيء عندهم. منكر الإمامة أكثر من إبليس عندهم، والآن يقول أنتم مؤمنون، وقبلها يقول أنتم مسلمون، وهذا لا شك أنه تقية وكذب وزور. كل من دافع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ورد قولهم وضعف الأحاديث التي يستدلون بها بحق وصدق قالوا له أنت عدو لأهل البيت، أنت ناصبي، وهذه كما قالوا شنشنة نعرفها من أخزم. وليثبت لي قولا واحدا أنني فيه ناصبي من كتاب أو شريط أو أي شيء، أو في جلستنا هذه أنني كنت ناصبي. قال كل آية فيها يا أيها الذين آمنوا فعلي أميرها. أبشر يا دكتور، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لم نسمع إلى الآن أيها الشيعة، وأنتم رأيتم في كل جلسة أتحداهم، وإلى الآن لم يأتوا برواية واحدة عن معصوم تقول إن القرآن غير محرف، ويروون روايات متواترة تزيد عن 2000 عن المعصومين تقول إن القرآن ليس هذا دين محمد صلى الله عليه وسلم. أنا أسألكم أيها الشيعة، إنما يدعونه عن الإمامة، أنا أسألكم سؤالا لا أسأل هذين لأنهما لا يجيبان. إمامة جعلها الله تبارك وتعالى في هؤلاء 12 رحمهم الله ورضي عنهم، أهي إمامة حكم أو إمامة هدى؟ إن كانت إمامة حكم فلم يقع أمر الله سبحانه وتعالى، ما حكم إلا علي والحسن، والحسن تنازل لمعاوية رضي الله عنه. وإن كانت إمامة هدى فما المانع أن يكونوا أئمة هدى مع حكم غيرهم، كما حكم طالوت مع وجود نبي هدى وهو شمويل على الصحيح من أقوال أهل العلم. نقلنا لهم قول علي رضي الله عنه أنا لكم وزيرا خير لكم مني أميرا. وكذلك إنما الشورى للمهاجرين والأنصار. انظروا إلى كلام علي رضي الله عنه، فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان لله رضا. زعموا كذبا وزورا أن عليا قاله إن من باب المشاكلة، وإنما هو قاله مؤكدا لذلك رضي الله عنه، لا يستخدم التقية المكذوبة عليه. يقول ضرب الله مثلا للذين كفروا نزلت في عائشة وحفصه، هذا كذب وزور منه نسبه إلى البخاري ومسلم. قال الصحابة قتلوا عثمان كذبا وزورا. الخميني أيها الناس يقول إن لأئمتنا مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية
تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات الكون، وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب لنا من المتقين إماما. كيف يطلبون الإمام والإمامة؟ إنما يجعلها الله في من يشاء سبحانه وتعالى. لا يفهم القرآن إلا المعصوم. اعرضوا كلام المعصوم على القرآن، دور لا ندري متى نصل إلى نهاية هذا الأمر. من أين تأخذون دينكم؟ نعم. إذا كان كتاب الكافي لا تقبلان أنتما أن يكون صحيحا. لا اصبر، ما قلنا هذا. اصبر. إذا كان الدكتور التيجاني يقول عن أصول الكافي، وهذا لفظه في كتابه ثم اهتديت، يقول عن أصول الكافي، وأنا قرأتها أصول الكافي وليس الكافي، وقلت إن الكافي ينقسم إلى 3 أقسام: أصول وهما الجزء الأول والثاني، وفروع وهما وهي من الثالث إلى السابع، والروضة من الكافي وهو الثامن. هو يقول أصول الكافي فيه آلاف الأحاديث المكذوبة. أصول الكافي الذي هو 3780 حديث. 16,000 الكافي كله. هو يتكلم، هو إنسان عالم. لا هو عالم يعرف الفرق بين الأصول والفروع، ما يقدر يقول كلام جزافا. إذا كان يقول عن الأصول الذي هو العمدة، هو العقيدة كلها في الأصول. إذا كان يقول عن الأصول الذي أن فيه آلاف الأحاديث المكذوبة، طيب، ويقول عن الكافي ككل بشكل عام، عموم الكافي وليس الأصول، هو فرقه لأنه يعرف ماذا يقول. هو لما تكلم عن الكافي كله وليس عن الأصول فقط، قال: ويكفيك أن تعرف أن كتاب الكافي عند الشيعة رغم جلالة قدر مؤلفه محمد يعقوب وتبحره في علم الحديث، إلا إن علماء الشيعة لم يدعوا يوم بأن ما جمعه كله صحيح، بل هناك من علماء من طرح أكثر من نصفه وقال بعدم صحيح. هذا يتكلم عن ايش؟ ممكن عن هنا يتكلم عن كتاب الكافي ككل، وهناك يتكلم عن الأصول. وين تكلمت عن الأصول؟ هذا كتابك فاسألوا أهل الذكر صفحة 37. هذا كتابك، اقرأه بصوت حتى يسمع الناس. اقرأه. نعم، اقرأه. ومثلا أن أعظم كتاب عندهم وهو أصول الكافي، أكمل. يقولون بأن فيه آلاف الأحاديث المكذوبة. انتهى، شكرا. هنا الآن يقول عن أصول الكافي إن فيه آلاف الأحاديث المكذوبة، وهو الأصول، وهو 3800. قلنا أقل الجمع 3، وليكن أقل الجمع 2، وليكن أقل الجمع 2. إذا كان هذا كتابهم أصح كتاب عندهم، وقال عن الكتاب الكافي ككل وهو 16,000 آية أو 16,000 حديث عفوا، ذكر عنه أن نصفه ضعفه العلم، وهذا صحيح. المجلسي ضعف 9,000 من أحاديث الكافي. فإذا مجلسي نعم في مرآة العقول ضعف 9,000 من 16,000. هذا اللي قلت أنا. لا، أنت قلت عن الأصول أن الشيعة مجمعون، وأنا مسؤول عن كلمتي. الشيعة مجمعون على أن الكافي أصح كتاب عندهم وأحسن كتاب عندهم، ولم يؤلف الإمامية كتابا مثله. طيب، بل يرون أنه لم يؤلف في الإسلام كتاب يوازيه أو يدانيه، وهذا بإجماعهم، ولا أظن أن الشيخين يخالفان. ممكن أنا أكمل. أنا لا أقول صحيح، أقول أصح كتاب عندكم. أقول إذا كان أصح كتاب عندهم بهذه المنزلة 9,000 من 16,000 حديث ضعيفة، 3 أضعاف. أصبر يا حبيبي، أصبر. 3 أضعاف الأصول الذي هو عمدتهم في العقيدة، 3 أضعافه مكذوب غير الضعيف. فكم يصل؟ لا تقاطع الأخ المتشيع. طيب، إذا رد قوله. لا أنت رد قوله. أنا أرد. الأمر إليك. طيب، إذا أقول للشيعة أجمعين: من أين تأخذون دينكم؟ كتاب الله عندكم ليس بحجة إلا بالقيم، والقيم إنما يعرف قوله من خلال النصوص، والنصوص أصح كتاب عندكم الكافي، والكافي 3/4 أصوله كذب. بنص عفوا كذب بقول التيجان، ليس قولك أنت. لا رد قوله. طيب، 3 أضعاف كذب. بعد أن تبين هذا وأنه هذا أصح كتاب عندهم، هذا ما حاله، فما بال الكتب الأخرى؟ ولا أدري من أين يأخذون دينهم، ولكن الدكتور التيجاني بين لنا من أين يأخذون دينهم، حيث أخرج لنا المسجل وشغل لنا مسجلة تمثيلية، قال هذا هو الدليل، فيأخذون دينهم من التمثيليات ويردون أحاديث الكافي. تفضل دكتور.